السلام عليكم العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اموركم تكون كلها بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا رب. فيديو جديد. قبل ما نبداه معكم واحد اللايك باش نعرفونا الاعجاب ديالكم. كنت وعدتكم بالزبده ديال الاكل وفعلا قلت ضروري خصني نحط لهم هذا الفيديو هذا، واخا حطيت لكم الحلوى وهاد الزبده هذه اللي البنات والله العظيم لا سولت خالتي سولت هكا الناس اللي كانوا كيستعملوا عدوزتي الطريقه ديال الزبده كيفاش كانوا كيصوبوها، وعطوني خديت من عندهم افكار ودرتهم البنات والحمد لله جات صادقه ناجحه 100% بلا ما تدخلوا في التعليق تقولي اسيا راه حاطها اليوتيوب كامل. اسيا شوفوا البنات، انا اليوتيوب راه ما تنتابعش كل شيء وما كنتفرجش انا في كل شيء، كنتفرج في الناس اللي كنعرف واللي قراب ليا واللي كان فهمتي كيعجبني المحتوى اللي تيحطوا. اما شي حد ما تنعرفوش راه ما كنتفرجش البنات في الفيديوهات، يعني انا راه ماشي مساليه باش غنقابل اليوتيوب كامل. وفعلا انا مني حطيت الزبده اول وحده حطيت الزبده، يعني من بعد ما شفت التعاليق ديال المغربي اللي قلتوا لي عليه وديال المصريين فعلا قلبت لقيتهم هما الاولين حاطين هاد الزبده هذه، ولكن انا خدمتها بالطريقه ديال المارغرين وانا الفكره شفتها في الفيس البنات ما شفتهاش انا في اليوتيوب. ومني خليتوا لي التعليق في السميات دخلت وشفت فعلا مغربي واحد ويمكن المصريين حاطينها، المصريين ما يعني ما عرفتش الاسماء ديالهم. وحتى هذا المغربي هذا راه اول مره فاش غنتابعو من بعد ما حطيتوا لي الاسم ديالو. بغيت نقول لكم من وراها عاده تحطوا الفيديوهات، من بعد ما حطيت الفيديو انا تحطوا الفيديوهات. وانا ماشي غنجي نقول لكم البنات نمشي في التعليق نقول لهم لا هذه الفكره. شوفوا البنات انا خدمتها بالمارغرين، الزبده اللي شفت انا في اليوتيوب شفتها بالزبده السونترال، يعني انا غير بغيت نقول لكم هاد القضيه هذه باش ما تخلوش تعليق وشناها هكو. يعني قولي الفكره من خديتيها. انا لو الفكره خديتها من عند شي حد راه غنقول لكم، ما خديتهاش انا من عند حتى شي حد، خديتها من الفيس تفرج فيها. ماشي تا مصريين وماشي تا مغاربه وما كاينلاش انني غنعطي تفسير اكثر. ونبداو على بركه الله. سمحوا لي لا طولت عليكم. هنا اول حاجه كناخذ نص سيطره اللبن، اي لبن البنات تاخذوا غير هو اللبن يكون ديال هكا اللبن ديال مثلا غتاخدي من عند شي سيده هو انها تعطيك اللبن كامل، يعني ما تعطيش لك لانه كيكونوا زايد فيه الماء كيكونوا دايرين يعني عازلين منه الزبده، بزاف الحوايج كيكونوا دايرينها منه. من الاحسن نصحكم تاخذوا هذا اللبن اللي تيكون كيتباع جاهز. هنا خديت نص سيترو درته هنا في الخلاط الكهربائي، درت معاه قبيصه ديال الملح ودرت معاه واحد المعلقه كبيره حتى جوج ديال الخل. وهنا هي معلقه خل ومعلقه عصير الحامض، غير انا متواجدش عندي عصير الحامض فدرت جوج معالق ديال الخل. كندير اللبن والخل والملح وكنبقى نطحن فيهم البنات على ضربات، يعني كل مره كنطحن ونحبس نطحن ونحبس حتى كيتكون ليا واحد اللبن بحال بحال كيبدا كيتعزل البنات. ما عرفتش كيفاش الكلمه اللي غنقول لكم، ولكن راه ملي غتخدموها الصراحه هنايا الزبده انا استعملت زبده زكيه. انا نقول لكم بكل صراحه يعني نشارك معكم داكشي. انا خالتي قالت لي كانوا كياخذوا اي زبده ديال العبار، مثلا اي زبده العبار كتكون رخيصه في المحلبه ولا في هذا، وهي اللي كيديروا ليها هاد الطريقه باش كتولي على شكل البلديه كيبنوها ليهم. ولكن انا قلت ناخذ غير هاد الزبده هادي ديال زكيه نجربها هي في الصراحه. ومن وراها عاود الزبده الاخرى ديال العبار، زبده العبار جات بن من الزبده ديال زكيه، يعني جات بنينه على الزبده ديال زكيه. انا بغيت نعطيكم فكره وانتم كيبقى لكم الاختيار. يعني هي خالتي قالت لي الزبده احسن تكون ديال العبار وتكون رخيصه، اي نوع ماشي بالضروره سونترال، اي نوع يكون رخيص. صافي هنايا شديت هذاك، انا خديت نص كيلو ديال الزبده ذوبتها، غير انا ما تندوبهاش كامله، يعني غتخلي واحد الطرف اللي صاين شويه. هنا اللبن بعد ما ضربته مزيان مع الخل والملحه بديت كندير ديك الزبده البنات على الدفعات، يعني بديت كنزيد بشويه ديال الزبده كنخوي وكنطحن. يعني هذيك الزبده درتها على 3 المرات البنات، نص كيلو ديال الزبده مع نص سيطره اللبن. وهانتوما كنطحن عرفتوا البنات والله العظيم الا في البلاصه كيف بديت كنزيد الزبده بدات كيتجمع وكيتحبب. هانتوما راه باش تعرفوا الزبده قالت لي صادقه وناجحه هو انها هاد الزبده هادي
تبدا تبان لك بحال شكل الزبده البلديه، يعني ما تبانش لك شكل بوماد، تبدا عكس الزبده اللي خدمنا ديال سونطرال مع الحليب. يعني هذه خاصها تبان لك بحال محبه، هذه هي باش كتعرفي ان الزبده راه صدقات لك ونجحات. هنايا البنات كنبقى نطحن وكنزيد في دوك على 3 المرات ديك الزبده كنضيفها حتى كيتخلط ليا مزيان. يعني صافي كيطحن ليا مزيان. عاد هنايا كنحبس هنا. راه اللبن كامل كيطحن كيتخلط مع الزبده، كيبقى ليا واحد شويه ديال اللبن في الكاس، يعني راه تقريبا كله كيندمج مع ديك الزبده. ها نتوما شوفوا كيفاش كتبان لكم الزمعه عفوا الزبده تجمعات. ها نتوما شوفوا البنات في الكاس. هنا عدوزتي قالت لي ضروري الزبده تغسليها، يعني هنا ضروري الزبده تغسل من داك اللبن. علاش؟ لان لما تغسلاش فراه كتحماض وكتغسل لك دغيا. قالت لي اي زبده من بعد ما كناخذوها كتغسل مزيان. شديت اناء درت فيه الماء ودرت هكا خويت فيه هاد الزبده هكا. وهنا فعلا يعني تبعت داكشي اللي قالوا لي، وما نقولش لكم كيفاش جات صادقه ناجحه. جربوها وردوا لي الخبر وخلوا لي التعاليق. هنا وصلتوا لهذا الفيديو، يلا واحد اللايك واحد اشتراك واحد البارطاج، شكرا من كل قلب لكم ولا دعواتكم الزوينين، شكرا لكم بزاف. هنا درت الاناء فيه الماء وهنا درت فيه الزبده، ولكن البنات راه واخا يبان لكم يعني الزبده كلها مثلا تقولي في فرتسه وسط الماء، لا راه كتعزل البنات تماما على الماء، يعني راه ما غتديرش لكم. صافي انا هنا بديت كنديرها بايديا. هنا حتى الكاس راه درت فيه شويه الماء باش ديك الزبده تعزل فيه تعزل هكا تحيد لي من الكاس. هانتوما شوفوا غنبدا نجمع في ايديا ونبدا نديرها في داك بحال كندورها في داك الماء مزيان، وكتشلل من داك يعني داك اللبن ديك الحموضه باش ما تبقاش ليا حامضه وما تخسرش ليا. هانتوما كنجمعها. هنا من بعد كندير واحد الشبيكه داك الغربال الاحمر اللي معروف عند المغاربه البنات هنايا، كنخوي فيه كلشي. راه ملي كنخوي كاع الزبده كتبقى ليا في الشبكه في الغريبيل والماء كيهبط. يعني هانتوما البنات هانتوما شوفوا كتبقى محبه هي كما قلت لكم. راه كانوا كيستعملوا الزبده ديال العبار، ارخص زبده العبار كما يكون شكلها، ارخص وحده ديروا هي اللي كتجي بنينه كتعطي داك المذاق ديال الزبده البلديه. صافي هانتوما البنات درتها في الطبيسين بعد ما سقطرتها مزيان من الشبيكه ودرتها في هكا في الطبيسين حطيتها. هنا طريقه الاحتفاظ دائما راه اي زبده البنات الا بغيتها مثلا زبده بلديه فعلا انا من تنجيبها من عند الناسي راه كنلوحها في المجمد، راه ما كنديرهاش البنات في الثلاجه لتحت. درتها في الثلاجه لتحت راه تتبان كتعطي مذاق السمن، لان كتكون دايرين فيه شويه الملحه ضروريه شويه الملحه، فراه كنديرها انا في المجمد. يعني اي زبده المجمده البنات باش ما تخسرش ليكم، وكتجيب دير بواحد الكميه قليله كتحطها في الثلاجه لتحت سالي كتعاودي عاوتاني تهزي الكميه الاخرى. شوفوا هانتوما الزبده كيفاش دايره، راه كما قلت لكم محبه بحال شكل الزبده بلديه اللي تتكون على هذا الشكل هكا، واللي فعلا انا كناخذها من عند عدوزتي بهذا الشكل هكا. هنا صافي غنديرها في هذا الاناء وغندير لها واحد السلوفان. كنفضل انا الزبده نخليها في واحد الزاج، ولا عندكم دوك القراعي ديال الزاج ديروهم فيها. فراه هنايا غنخوي ديك الزبده ديالي كامله وغنسولفها وغنخلي غير واحد القياس في الثلاجه لتحت، كل مره نجبد شويه. هنا فضلت انني نديرها في الزاج ما نديرهاش في البلاستيك كما قلت لكم باش تجيكم الزبده صادقه ناجحه. هي الزبده ديال العبار كنقولها ونعاود ناكد عليها بلا ما ديروا الزبده ديال الزكيه. وهنا راه كتبقاي دائما تاخدي واحد الكويس طحنيه عتاني مع كاسه اللبن وكديريها في الثلاجه، راه دائما كتبقى الكميه كدوبل، ما كتبقايش تشري يعني الزبده، يعني دائما الكميه كدوبل. راه نص لتر اللبن كله مشى في هاد الزبده، يعني داك نص لتر راه كيتزاد في الكميه ديالو.
صافي هذا ما كان البنات. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون وفيت بالطلب اللي كنت خليتوه ليا، وقلت لكم ان شاء الله غنحطها لكم الزبده ديال الماكله. ما تنسونيش من لي لايك بارطاج باش نكملوا 200 ونخليكم البنات في امان الله، الى اللقاء فيديو جاي ان شاء الله.